لو مش فاهم الخمس مصطلحات دول اقفل البيزنس بتاعك. لعبة البيزنس دي مش لعبتك يا كبير. الجزء الثاني، المصطلح الأول value أو القيمة. الناس ما بتشتريش المنتج لكن بتشتري القيمة اللي وراه. الله يا سلام، انا بقول كلام زي العسل النهارده. يعني ايه؟ تخيل ان واحد بيبيع كوتشي ب1000 جنيه والتاني بيبيع نفس الكوتشي ب700 جنيه. هتسمع الكلام ده وتقول لي بس التاني ارخص، انا اكيد لازم اشتري من التاني ده. طب لو قلت لك ان الاول بيقدم لك خدمه كويسه وضمان على الكوتشي وصيانه مجانيه للكوتشي ده لمده سنه، هنا هتفكر مرة تانية في الأولاني. فالفرق في السعر مش كل حاجة الناس ممكن تشتري علشانها، بالعكس الناس ممكن تشتري لأسباب تانية كتير خالص غير السعر المناسب. فلو لقيت الراحة والثقة والبرستيج والمعاملة الشيك مش هيكون عندها أي مشكلة إنها تدفع أغلى شوية. هي دي بقى اللي بيسموها القيمة أو الفاليو. فلو ما فهمتش القيمة اللي بتقدمها مش هتعرف تبرر سعرك ولا تسوق صح. تاني مصطلح هو الايديال كاستمر او العميل المثالي. جالي عميل عايز يسوق تطبيق موبايل والحقيقه التطبيق بتاعه جميل ومتعوب عليه كويس. ففي الميتنج اللي عملناه مع بعض بندردش فسالته انت عارف مين عميلك؟ فرد بسرعه كده وبدون تفكير وقال لي كل الناس. قلت له مع احترام لحضرتك التطبيق اللي انت عامله ما هوش مطب في صلاح سالم علشان كل الناس تعدى عليه. ده تطبيق موبايل بيعمل وظائف معينه بيستخدمه ناس معينين، فلو حاولنا نبيع لكل الناس هنخسر كل الناس. تالت مصطلح هو الكاستمر جيرني. مفيش عميل بيشتري فجأة، أي عميل لازم يمر برحلة لحد ما ياخد قرار الشراء ده. هديكم مثال، واحدة شافت إعلان عطر على الانستجرام، دخلت تشوف الصفحة، شافت الريفيوهات، عجبتها التجربة فاشتريته. أول ما استلمت العطر لقت ريحته فخمة والتغليف أنيق فصورت فيديو وهي بتفتحه ونزلته عندها على الانستجرام. كده هي عدت بكل مراحل الرحلة، عرفت، اهتمت، قررت، اشترت، روجت من نفسها. ففكر دايما في تجربة العميل بتاعك من أول لما يشوفك لحد لما يشتري ويرجع تاني يشتري. رابع مصطلح وهو البيزنس موديل أو نموذج العمل. يعني إزاي البيزنس بتاعك بيكسب فلوس فعليا. هديك مثال، نتفليكس مثلا بتكسب من الاشتراكات الشهرية، أما أمازون بتكسب من النسب اللي بتاخدها على كل بيع، والمطعم بيكسب من هامش الربح في الأكل. لو ما عندكش نموذج واضح بيشرح منين الدخل وبيتصرف فين يبقى أنت أصلا مش بتشتغل في البيزنس. خامس مصطلح هو الميزة التنافسية، الكومبيتيتيف ادفانتج. ده السبب اللي بتحاول تظهره قوي وانت بتسوق علشان العميل يختارك انت وما يختارش غيرك. الميزة دي ممكن تكون في السعر، ممكن تكون في الجودة الأعلى أو الاهتمام بالعميل أكتر. لازم تعرف الميزة دي كويس جدا وتكررها لعميلك في كل مكان وفي كل مسج إعلاني. لو عايزين جزء ثالث يا ريت تكتب لي في الكومنتات.